السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم يوم عائلي اتجمعنا فيه على طبلية واحدة او سفرة واحدة زي ما انتم شايفين كده، وجايبه لكم الغدا اللي احنا عملناه مع بعض. هنا عندنا هنا بامية، هنا بعد ما اتغسلت واتقمعت، والملوخية طبعا بعد ما اتغسلت هتتقرطف وتتخرط، وهنا اللحمة بتتسلق. بنحط هنا المية وبصل وفلفل أسمر وورق لوري وحبهان وقرفة. هنا بقى ايه، بنفرز اللحمة مع الدهن، بنطبخها يعني طبيخ بالبامية بالشكل ده. واللحمة الحمراء بنسلقها يعني زي ما انتم شايفين كده. بحط الحمراء بالشوربة، والبيضة شوية أو الدسمة بحطها ايه، بشوحها مع البصل والثوم للتقلية أو للطبيخ. زي ما انتم شايفين كده أنا بحاول إن أنا ايه أفرزها هنا وهنا. والطريقة دي جميلة جدا باللحمة إذا كنت انت هتعمليها في الطبيخ. يعني ايه، بدل ما تحطيها بعد ما تتسلق بالصلصة، لو عملتيها أو شوحتيها مع البصلاية بيديها طعم أحسن، ولو استوت مع الصلصة يبقى أجمل. جربي الطريقة دي في أي تقلية أو بأي طبيخ انت بتطبخيه، وإن شاء الله الطريقة دي تعجبك. طبعا هنا اللحمة كنا محتاجين لحمة بالشوربة، عشان برضو لو عملنا ملوخية ولا حاجة. واللي عاوز برضو شوربة يبقى فيه برضو شوربة. بس هنا ايه، بنحاول ان احنا بنخلي الدسم لوحده بالطبيخ، واللحمة الحمراء لوحدها بايه بالشوربة، لان في اللي بيحب بالشوربة وفي اللي بيحب بالطبيخ. انا كده خلاص خلصت الشوربة وبقى قفلت، يعني ايه، قفلت الحلة وبسيبها هنا تستوي براحتها. ومعايا هنا بقى اللحمة بديها صدمة الأول. بيبقى فيها زي حتت من الدهن كده جايبينها برضو مع اللحمة، فبنحاول ايه ان هي تاخد لها صدمة والدهن اللي فيها ان هو يسيح. وبديلها بس ايه ندعة زيت بسيطة عشان تسهل عملية تسيح يعني معايا على طول. طبعا انتوا عارفين التوابل، مكونات التوابل اللي انا بحطها على طول اللي هي بتاعة الطبيخ. انا هنا كنت لسه ايه لما اتاكد ان هي اتشوحت كويس وان الدهن ساح معايا، ببدا بقى ان انا اجهز لها البصلايه وفصين توم مهروسين زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بحط لها بس التوابل، هنا فلفل اسمر على ملح، وبحط لها برضو كمون وكزبره ومعلقه شطه بسيطه زي ما انتم شايفين كده، واقلبها كويس لحد ايه ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه، واتاكد ان هي خدت الصدمه ولونها اتغير بالشكل دوت كده. انا ببدا ان انا اقلبها ببعضها مع التوابل، وبعد كده بحط لها البصل. طبعا انتوا عارفين ان الطبيخ بيبقى حلو بالدهن، يعني بيديله طعم برضو دسم وحلو، فخصوصا مع اللحمه هيبقى طعمها احسن. واللحمه بيبقى لها طعم مميز لما بتستوي مع البصل والطماطم، بيبقى طعمها احسن لو عملتيها كده او حطيتيها من الشوربة على الطبيخ على طول. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، وفعلوا الجرس لو انت جديدة في القناة. ما تنسيش تشتركي عشان يوصلك كل جديد. وقولوا لي بالكومنتات ايه رأيكم، اذا كنتوا انتوا عاوزين ايام عائلية زي كده، او وجبات انتوا حابين تجربوها، او حاجة جديدة، او حلويات، يعني ايه اللي وصفات اللي انتوا محتاجينها اكتر او عاوزين نعملها اكتر. اقدم لكم حاجة جديدة ووصفات جديدة ان شاء الله بإذن الله، واحاول ان انا اقدم لكم كل جديد. هنا بقى كان معايا البصل بالشكل ده. انا بحب افرم البصل على طول بالكبة، لانه الفرم بتاعه بيبقى ناعم وبنفس الوقت بيبقى سهل وسريع. هنا بقى ببدأ ان انا ايه اشوح البصلاية مع اللحمة بالطريقة دي. طبعا اللحمة شربت بقى التوابل وبدأت ان هي تاخد التشويحة وتتحمر معايا. دي حاجة من الحاجات اللي بتدي طعم مميز للحمة، والبصل برضو بيديها طعم حلو. ومعايا بقى على الجنب التاني فصين توم مهروسين،
فبدأ يعني ايه، عقبال بس لما البصلاية تحمر معايا بكون مجهزة لها التوم بالشكل ده، لان التوم ما بياخدش وقت زي البصل، يعني ما بياخدش وقت بتحميره. فبحط لها الثوم وبعد كده ايه بقلبها شويه لحد ما تدي الدنيا تحمر معايا. بكون بجهز لها برضو الطماطم، واروح ايه نازله بيها بالقوطه، وخلاص كده اسيبها تتسبك براحتها. وباخد بقى منها لصلصه الباميه، وبسيب الباقي ايه بيبقى باللحمه او بالشكل ده. هنا كان بقى معايا خلاص الطماطم جاهزه، وكانت البصلايه بدات ان هي تدي اللون الذهبي والشواح كويس. بضيف لها الطماطم واسيبها بقى ايه تسبك مع نفسها، واروح اجهز الملوخية. طبعا انا بقلي تقلية واحدة اللي هي الطماطم بتاعة اللحمة، غير يعني هي والصلصة اللي هحطها فيها البامية، يعني كلها واحد، عشان كده تلاقي طماطم كتير. فطبعا اللحمة بالصلصة، بعد كده ممكن ان انت تعملي فيها طبيخ تاني لو انت حابة يعني. لو مش حابة مثلا صلصة كتير ممكن تعملي على قد الصلصة اللي انت محتاجاها، مش لازم ان انت تكتري. هنا كان معايا بقى الشعرية احمرت بالشكل دوت، والرز بقلبه فيه، وبحاول بس ان انا ايه انشف الرز من المية. دي خطوة برضو مهمة جدا، لان عشان الرز ما يعجنش منك، ان انت تقلبيه كده بعد ما تضيفي الرز متأكد ان مفيش مية، وبعد كده بتسقيه. وطبعا قرطفنا الملوخية وخرطتها، فكانت جميلة جدا، خصوصا بالمخرطة عن الكبة. كده كان خلاص الرز يعني كان خلص. وهنا الملوخية كانت خلصت بالشكل دوت. وابدأ بقى ان انا احطها بالشوربة، وعندي فصين توم بحتة دهنة. طبعا الملوخية بتحب الدهنة عن السمنة، برضو بيبقى ليها طعم مميز بالدهنة غير اي سمنة او الزيت. بالشكل دوت بحمر التومية، وتشوي بقى الملوخية. وكده كانت معايا الصلصة كانت جاهزة، والملوخية هي كانت جاهزة، والرز برضو كان دخل على سوا. كانش ناقص بقى البتنجان. طبعا البتنجان عشان يبقى صحي لازم ان يسلق، لو حابين ان انتوا تقلوه حسب بقى ما انتوا حابين. هنا بقى خدت من الصلصة هنا الصلصة للبامية بالشكل دوت، يعني ضفت لها البامية. ودي كانت صلصة اللحمة، خدت بس على قد الطبيخ اللي انا محتاجاه، والباقي كان يعني يتغرف باللحمة لوحده. وهنا البتنجان كان السلق. وابدأ بقى ان انا ايه اتبله بالتتبيلة، طبعا جزر مبشور وتوم وكزبرة وكمون وملح وخل وليمون وطماطمايه مقطعة قطع، وفلفل برضو مدوق مع التوم. ده كان الشكل النهائي للبتنجان. والتتبيلة دي كانت جميلة جدا، يا رب تعجبكم. ودي كانت سفرة النهاردة، وكانت مجمعانا على الخير، ويا رب نتجمع على الخير دايما. وما تنسوش بقى اللايك وتفعيل الجرس وكومنت تشجيع منكم كده جميل، عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبكم حاجة اكتبولي في الكومنت، وان شاء الله ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.